وام حذيفه اللي زنقت نفسها. حاجات كتير عاملينها، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا احنا بنوضب في البيت اللي احنا هننقل فيه، ورمضان داخل علينا، ولا عارفه اجيب فراخ بيضه. حاجزاها عند الدكتور بقالي اسبوع وما جيتش، اخري معايا بكره. قال لي بكره اللي هو الحد، لو ما جيتش اروح اجيب الفلوس بتاعتي. انا حاجزاها بقالي 5 ايام، وبقول يا رب يوم هو اخرني 5 ايام. المهم انا مش عارفه افرز اي حاجه ولا اعمل اي حاجه. انا جبت البسله ديت من يوم الاربعاء، والله العظيم خلاص هتبوظ. بصوا تعالوا شوفوا، مش عارفه اقعد افصصها، وسبتها. طبعا كل يوم رايحين البيت وبعمل غدا للناس اللي قاعده هناك، وبنروح طبعا نلم في شويه حاجات انا والبنات يعني والعيال وكده، وبنقعد هناك صراحه بنولع بقى يعملوا شاي وكده. فالقعده ايه ممتعه. شوفوا البسله تقريبا زرعت، الراجل بقى حاطط لي فيها بسله فرد، فانا مش عارفه هي دي حلوه ولا لا، بس انا شايفاها ان هي كبسله حلوه. مش عارفه باينه ولا لا. المهم انا جايبه 4 كيلو، قدهم لي مكه وتقع كده، هم قاعدين ايه يفصصوا فيها. حلوه على فكره، خضره ومليانه. بصوا قرونها كلها مليانه وحلوه. بصوا عندهم لهم يفصصوا فيها بقى. عبال انا لسه بعمل في الاكل، ولحت على الفراخ ويفصصوا فيها. هاخد منها بقى اعمل البسله واعمل شويه رز وياكلوا. بس يا رب اخلص قبل ابو مكه مني. يلا استنوني. قبل ما اقفل الفيديو بقى، انا جايبه برضو طماطم. فانتوا كان حد بيسالني بعملها صلصه ازاي، هوريكم انا بعملها صلصه. انا جايبه برضو 9 كيلو طماطم، هعمل منها صلصه. وشلت طبعا المره اللي فاتت كنت جايبه تقريبا 6 او حاجه، قطعتهم وشلتهم اسلام كده. دي بقى اعمل صلصه، وعندي خضره محشي اعمل كام خلطه كده للمحشي واشيلها، عشان في رمضان لازم نقعد بقى للعباده والصلاه شويه. طبعا الاضاءه هنا بايظه خالص، والتليفون اصلا باظ. ان شاء الله لما ننقل هنا تبقى الاضاءه كويسه واصلح التليفون. يلا باي. عايزه لايكات كتير 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 كتير، وخشوا على في البايو هتلاقوا صفحتي على اليوتيوب. لايكات يا جماعه وتعليقات كتير كتير كتير. اسمعوا كلام مكه. مش قادره اتكلم والله. اعملها قلب، اعملها قلب يا جماعه.